صراحة أنا سعيد جدا وأنا أشارك في هذه التظاهرة الرياضية المهمة جدا. نحن في حاجة إلى هكذا برامج ربما تقرب وجهات النظر ما بين الجمهور المغربي وكذلك متخصصي اللعبة. ونحن نعرف جيدا أن لعبة كرة القدم لها حضور خاص في وجدان الجمهور المغربي، يعني على المستوى الافريقي وكذلك على المستوى القاري. نحن نلقب بان يعني نحقق نتائج مهمه جدا، نصف نهائي في كاس العالم ومحاولات يعني متتاليه على مستوى المنافسه الافريقيه. ونحن مقبلين على تنظيم كاس افريقيا، كما اننا مقبلين بعد ذلك على تنظيم كاس العالم وما ادراك ما كاس العالم. اذا يعني محافل دولية تنتظرنا، فمن الواجب علينا كإعلاميين كمثقفين كمواطنين أننا يعني نعطيه فرصة لبرامج تكون متخصصة في اللعبة، خصوصا برامج تلقي الضوء على خصوصية الجمهور المغربي الذي يعد هو عصب هذه اللعبة، هو الداعم الحقيقي يعني للاعبين خصوصا سواء كانت على المستوى المحلي كبطولة وطنية أو على المستوى العالمي كفريق وطني. فربما هذا البرنامج هذا غادي يقربنا أكثر من خصوصية هذا الجمهور. جمهور عنده أفكار، عنده مواقف، عنده تطلعات، عنده متطلبات، عنده هواجس، ربما عنده عاوتاني بعض المشاكل، لأنه نحن كنا نعرف جيدا أن يعني كما كل الجماهير العالمية الجمهور المغربي كذلك جمهور كرة القدم يعني تعرف بعض المظاهر شوية الشاذة، يعني كشغب الملاعب وكذا إلى آخره. لكن ربما هذا النوع من البرامج غادي نحاولوا ما أمكن نوعي دور هذا الجمهور الراقي في دعم وتشجيع الفرق المحلية وكذلك الفريق الوطني. وربما هذه بادرة طيبة سنقرب المسافة ما بين هذا الجمهور واللعبة في بكل تفاصيلها أنا في نظري. الحدث هذا الحدث الرياضي الكبير، ولأول مرة قناة رياضية كتفتح واحد الباب ديال الجمهور المغربي، يعني الجماهير المغربية. هذا البرنامج هذا اللي هو بطولة الجماهير، فكنعتقد بأن هذا البرنامج هذا غيكون من بين أحد الأشياء مثلا اللي غادي ترسخ لنا ثقافة تشجيع هذا الجمهور المغربي الرياضي نتكلم عليه. فالجماهير المغربية تختلف، طريقة التشجيع ديالها أشكال وأنواع، ولا يمكن توحيد التشجيع ديال الفرق، يعني تشجيع الفرق في المغرب الى تشجيع واحد لا يعقل ولا يمكن ابدا. التشجيع ربما الموحد اللي عندنا هو ملي كيكون فريق وطني مغربي ديالنا تما يوحد التشجيع. لكن ديك المنافسه اللي كتكون بين الجماهير بالنسبه لي خاصها تكون منافسه سليمه. ربما هناك بعض الانزلاقات ولكن وجب تصحيحها. فانا اعتقد ان هذا البرنامج ديالو غادي يكون، هذا البرنامج ديال بطوله الجماهير غيكون الكلمه ديالو ان شاء الله، وغادي يتشاف كثير، لان الجمهور المغربي متعطش لهذه الاشكال هذه ديال الانواع ديال هذه البرامج الرياضيه.